ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي مربي الأرانب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أفضل حال إن شاء الله رب العالمين. فيديو مهم جدا، حاجة يعني ناس كتير بتشتكي منها، إن شاء الله أوضحها لك في الفيديو ده علشان ما عادش يحصل لك نفس المشكلة ديت تاني. الناس كتير جدا بلاقيهم بيكلموني من كل حتة والله في الجمهورية. عم محمد احنا عندنا النتاية النهارده ميعادها الولاده وما ولدتش، اتصرف ازاي؟ عم محمد عدى ميعاد الولاده بتاعتها وما ولدتش. عم محمد ده عندها عسر في الميلاد. يا جماعه علشان تعرف انت ايه يعني ايه عسر في الميلاده، يعني ايه المشكله اللي بتقابلك دي ان النتايه ما بترضاش تولد، ان النتايه تعدي ميعادها وما تولدش معاك، ان انت بتتصرف معاها ازاي، اشتغلت معاها ازاي، وبعد كده تفهم ليه النتايه ديتي مرضتش تولد وعدى ميعاد الولاده بتاعها. يعني هي المفروض الامهات بتولد ازاي؟ هقول لحضرتك الامهات بتولد من يوم كام ليوم كام، ما يعديش ابدا عليك الايام دي. يعني بص، انت تحفظ مواعيد ان في الغالب النتيان بتولد امتى؟ يوم 30 في الغالب في كل السلالات وفي كل الارانب، ان الام بتقعد 30 يوم عشار وبتولد في اليوم ال30. اتلقحت يوم واحد بالليل، يوم واحد بالليل في الشهر، يوم 30 بالليل بتولد. اتلقحت يوم واحد الصبح، يوم واحد في الشهر الصبح، يوم 30 الصبح بتولد. انت تحفظ الكلام ده علشان ما عادش يبقى في مشاكل وانت تقعد تستنى الام تولد وما تولدش والكلام ده كله، وفي الاخر اتصرف ازاي يا عم محمد؟ ركز معايا، انا كده لسه هقول الفيديو اهوتي، ركز معايا علشان تحفظ ان شاء الله بالترتيب. هقول لك رقم واحد ايه بقى؟ رقم واحد، الام ممكن تولد من يوم 28، يعني تقعد 28 يوم عشر، يعني من يوم انت هي لقحتها يوم واحد في الشهر، ممكن تولد يوم 28. يوم 28 تنفع تولد؟ تولد وتبقى ناتفه وتبقى كويسه جدا، وديتي ميلاده مبكره، دي ميلاده مبكره. فهمتني؟ يبقى ابدا من يوم 28 انتظر الولاده. طيب وبتولد يوم 30. تمام، يبقى رقم واحد بتولد يوم 28، رقم اتنين بتولد يوم 30، رقم 3 بتولد يوم 33. وده مهم قوي ان انت تخلي بالك بقى من الكلام، لان يوم 33 ده انا بحسب كويس قوي للنتايه، وهعرف ان النتايه عدى عليها يوم 28 ما ولدتش، وعدى عليها يوم 30 ما ولدتش، ما اجيبش طلق واتصرف بيه، لا اصبر شويه لحد اليوم ال 33، لان في نتيان بتولد يوم 33. ينفع يا عم محمد؟ ينفع. هتولد كويس يا عم محمد؟ هتولد كويس. ما هتنتف وتشتغل شغلها العادي؟ هتعمل كل حاجه، ما فيش فيها مشكله خالص. طيب يوم 33 انا ملقحها الصبح، يوم 33 الصبح اتدخل بالطلق الصناعي. ملقحها بالليل، يوم 33 بالليل اتدخل بالطلق الصناعي. يعني ممكن كمان اكون ملقحها بالليل والنهارده بدأ عليها اليوم ال 33، ما اجيبش طلق صناعي ولا اتدخل، لان ممكن لما تيجي عليها بالليل ميعاد التلقيح بتاعها تلاقيها ولدت والامور زي الفل. تمام قوي. طيب يبقى انا كده عرفت ان الامهات، معلش انا مركز معاك في الفيديو ده لانه فيديو مهم، يبقى انا عرفت ان الام ممكن تولد يوم 28، ممكن تولد يوم 30، وممكن تولد يوم 33. يبقى كده ده يعني ايه، ده مهم جدا ان انت تبقى عارف الحكايه دي. طيب ما بتولدش ليه بقى؟ يجي عليها يوم 33 وتتاخر الولاده، ويجي يوم 34 وما تولدش، ويحصل لها عسر في الميلاده والارانب ما تنزلش، ودي مشكله كبيره، ونقعد نتصرف، وبعد كده في بعض الاحيان او في اغلب الامهات نقعد نتدخل باكتر من طريقه وما يحصلش، والاجنه ما تنزلش، وتعمل لهم عمليه تكيس وما ينزلوش، وبقت مشكله عندنا. وخلاص الام ديتي يا اما بعد كده يحصل تكيس للاجنه دي في جانب من الرحم كده او في الرحم،
وبعد كده تتلقح وتولد وكل حاجه، بس تولد عدد قليل لان حجم الرحم بيصغر، فبعد كده بتولد اعداد قليله جدا. طيب انت راجل عامل مشروع او بتجري او عاوز تحسن دخلك او كده، فانت عايز نتيان شغاله معاك بكامل قوتها وكده، فانت بنصحك ان انت على طول تتخلص منها، تذبحها او تصبر عليها شويه لما الاجنه ديت يعني ساعات بتنزل كده حاجه ورا حاجه، او تذبحها وترميها يعني بتاكلهم وبتاع، هي ما تاثرش ابدا لو حصل لها تكيس واشتلت كل الكلام ده وكلتها مش هيحصل مشكله، بس ما انصحكش بالكلام ده، يعني تريح نفسك على طول وتذبحها وترميها، لان انت هتحطها في المزرعه وهتصرف عليها اكل وهتصرف عليها عماله وهتصرف عليها كهرباء وكل حاجه، هتصرف عليها ايجار مزرعه وكل حاجه، ومش هتديك الانتاج اللي انت عايزه. فانت اما تخلص منها تبقى انت وفرت الحاجات اللي انت هتصرفها عليها، وفرت الفلوس اللي انت هتكلفها لها. تمام كده؟ تركز معايا. يبقى هقول لك بقى ايه الاسباب ان هي ما ولدتش واتاخرت في الولاده. رقم واحد وده المهم جدا، رقم واحد وده المهم جدا، لان في ناس تكلمني كتير قوي وتقول لي انا بصراحه الاحلال اللي عندي مش عارف عمره كام يوم، هي بقت كويسه، هي بقت 3 كيلو فانا رحت ملقح عليها على طول. يا باشا ما ممكن تبقى 3 كيلو ولسه الحلمه بتاعت صدرها او الحلمه اللي بتسقي منها الارنب قد كده، قد كده اهو، لسه ما تنفعش تسقي ارانب، لسه الضرع ما يستحملش يشتل لبن، والحلمه دي تطلع لبن للعيال بعد ما ممكن تولدهم، والعيال ما يلاقوش لبن ويموتوا، وده يلا مع السلام. ممكن بعد ما تولد والحلمات دي صغيره جدا، الارنب يجي يشرب، اول ما يطلع له اسنان يعور الحلمه دي يجي لها التهاب ضرع ويلا مع السلام. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت كل اللي انت بتعمله بتجري في الفاضي. يبقى انا يا عم محمد ما اعرفش حاجه اسمها دي بقت 3 كيلو، دي بقى انا اعرف عمرها قد ايه، عمر الام دي بقى كام يوم او بقى كام شهر علشان اعرف احطها للذكر. قبل 5 شهور ما تحطليش هتقول لي اصل بتتقل معايا، اكلها بسيط، لقيتها بتتقل وبتزيد اكلها انت بقى بالراحه يا باشا، اكلها بالراحه، قلل الوجبات بتاعتها علشان ما تسمنش معاك. انما هي علشان هتسمن مني او علشان هتتقل مني فانا قمت ملقحها، طب ما انت هي هتسمن منك وانت لقحتها عشان ما تسمنش منك، ما خدتش منها اولاده، ما خدتش منها لبن، حصل لها تحجر اجنه، ما عدتش عارف حتى تبيعها في اللحم. انما لو كانت اسمنت منك وبعتها في اللحمه دي انت كنت استفدت بفلوسها، والارانب غاليه الايام دي كنت انت استفدت بفلوسها. انما يا باشا انت ما تجيليش ابدا على قبل 5 شهور وتحطها للذكر. ليه بقى؟ هقول لحضرتك بقى الحاجه المهمه قوي، الحاجه المهمه قوي في الموضوع ده. الفتحه بتاعت الام ديتي هي لسه ما هيش 5 شهور، هي الام ديتي ممكن تكون 3 شهور وصلت ل 3 كيلو في 3 شهور، ممكن تكون وصلت ل 3 كيلو في 4 شهور. الفتحه بتاعتها كده، معلش يعني انا اسف، الفتحه بتاعتها ديتي اللي بينزل منها العيال صغير بكريه ضيق لسه مش مستحمله، فيجي الارنب ما هوش لاقي مخرج، المخرج ضيق، فيجي في واحده في الطلق الارنب ده يقوم متدور، يعني بدل ما هو طالع كده يتدور يبقى بالعرض، يلا مع السلامه بقى ما عادش هتولد. ليه؟ لان اصلا الفتحه صغيره، الام لسه ما اكتملتش، الفتحه دي ما وسعتش، الرحم ما كملش، ما اتظبطش، الام ما بقاش عندك. انا يعني اسال كده الناس المتخصصه في العلم بقى، هو يقول لك الام ديت ايه اللي بيحصل لها والمشاكل ديت، الرحم مشاكله ايه والفتحه دي مشاكلها ايه. انما انا من اللي جربته واللي شفته واللي اشتغلت معاه بلاقي الفتحه دي ضيقه قوي، يعني الام بتولد ومحمريه وكل حاجه والاقي الفتحه ديت مقفوله، يعني هتجيب الارنب ازاي؟ ما اكتملتش، فهنا بيحصل عسر الولاده لان الفتحه دي ضيقه. زي بالظبط عزك الله في البشر لما بيبقى البقاره برضو والكده والصغيرين في السن برضو بيبقى عندهم مشاكل في الولاده وبيولدوا قيصر. احنا هنولد الارانب قيصري؟ ما نعرفش نعمل الكلام ده بقى، عايزه ناس متخصصه بقى وناس اهل علم بقى بتوع كليات وكلام من ده بقى طب، عشان انما احنا عايزين الامور تمشي معانا سلسه. يبقى حضرتك انت اللي ضيعت نفسك لما لقحت لي على الام دي وهي صغيره وهي مش مستحمله. فطبعا زي ما شرحت لحضرتك ممكن بتلقح عليها والرحم اصلا لسه ما يقدرش يشتال ارانب، ما يقدرش يشتال، لسه ضعيف
وانت لقحت عليها يكون في عدد، تلاقي الرحم ده بيقوم يفتح وتقوم الارانب تنزل منها حتت صغيره كده على الحديد ويحصل لها حاله اجهاد، ويبقى هوب برضه ما خسرت الوقت ده كله. يبقى حضرتك تعمل ايه؟ لا يمكن ابدا القح على انتايه قبل 5 شهور، علشان حضرتك تبقى مركز معايا في اسباب تانية هشرحها لك، هكملها لك في الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعني وتابع الفيديو ده مهم جدا، وتابع الفيديو اللي جاي ان شاء الله مهم جدا، لان بشرح لك فيه ليه الارانب بيحصل لها عسر ولاده وما بتولدش، وبقعد اجري وراها بالطلق عشان انزل اللي فيها وما بعرفش. تحياتي للجميع، يا رب دايما من نجاح لنجاح تبقوا في افضل حال. دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.